اسمعي، صحتك تستاهل. ممكن نعيش على الفيتامينات ونستغنى عن الاكل؟ طبعا مع ادويه كتير جدا بقت موجوده دلوقتي زي المانجارو. بقى في ناس اكلهم قليل جدا وقالوا خلاص هنقدر نستبدل ده بان احنا ناخد اقراص من الفيتامين. حتى اللي ما بياخدش مانجارو وقدر ان هو يمشي على دايت سليم وصحي ووصل لوزنه المطلوب بقى بيفكر يتخلى عنه. طب ده بجد ينفع؟ طبعا للاسف ما ينفعش اكيد. يعني تصحى الصبح بدل فطارك تاخد كبسوله فيتامين، الغدا يبقى قرص مالتي فيتامين، العشاء ما يبقاش مهم وناخد اوميجا 3 وننام. السؤال المهم ده ينفع بجد؟ اكيد والله لا، لان جسمك هيدفع الثمن. الفيتامينات دي مكملات غذائيه، اسمها واضح، مكملات يعني بتكمل مش تعويض. الجسم محتاج بروتين علشان يبني عضلات، الكربوهيدرات علشان الطاقه، يعني كل كربوهيدرات عشان تجيلك انت طاقه وتقدري تشتغلي في يومك. الدهون مفيده جدا عشان المخ والهرمونات، الياف عشان الهضم، مضادات الاكسده طبيعيه وبتحارب الالتهابات. الفيتامينات اللي في الاكل الطبيعي بتيجي محاطه بانزيمات ومركبات بيساعدوا الجسم انه يمتصها صح، لكن الكبسوله اللي بتاخديها ممكن نصها يخرج من الجسم من غير اصلا امتصاص. طيب تخيل جسمك من غير اكل حقيقي لمده شهور، هقول لك يحصل ايه؟ ضعف عين، تساقط شعر، اضطراب في الهرمونات، مشاكل نفسيه، فشل في اجهزه حيويه، يعني لا قدر الله ده لو استغنينا عن الاكل. طب الخلاصه ايه؟ الفيتامينات مش صح ولا هي كبسوله فيها تعويض طبق مليان الوان وخضار وفاكهه او بروتين. الاكل مش رفاهيه على فكره، الاكل حياه وهي اسمها مكملات. اسمها بيقول كل حاجه، مكمل مش بديل. معاك دكتوره نانسي، اخصائيه تغذيه علاجيه وصحه عامه.